السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قهوة ميدو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بتمنى من أصحابي وحبايبي يدعموني بلايك واشتراك وشير. معلش، لسه طالعين دلوقتي من ماتش المغرب، لسه مخلص شغل حالا. ما كنتش عارف مين المغرب ومين البرازيل. المغرب زي ما عودتنا أداء رائع جدا. كل الظلم إن هم يدوا رجل المباراة لفينيسيوس، ما عملش حاجه غير الهدف. المغرب جاب الجون، ادت مباراه جامده جدا كالعاده. المغرب بتثبت لنا انها اقوى فريق في القاره الافريقيه. امنياتي ان المغرب هتوصل لادوار متقدمه جدا في البطوله. احسن اداء في البطوله من وجهه نظري المتواضعه اداء المنتخب الامريكي اللي فاجئنا جدا امبارح وقدر يفوز على باراجواي بالاربعه. المنتخب الامريكي من اول دقيقه لغايه الدقيقه 97 نفس الاداء، نفس الريتم، تعليمات واخداها اللعيبه، لا مركزيه جامده جدا. في حله الهجوم بيلعب بثلاث مدافعين متقدمين، ضاغط طوال ال 97 دقيقه. منتخب امريكا ضاغط طول المباراه، ما شبعش من الاجوان، ما تراجعش بعد الهدف الاول الثاني الثالث، ما تراجعش بعد ما دخل فيه جون، فضل ضاغط لغايه الدقيقه 97. من وجهه نظري اداء غير متوقع من المنتخب الامريكي اللي بيثبت لنا ان هو برضه هيوصل لادوار متقدمه في البطوله. احسن من اداء المكسيك، احسن من اداء المنتخب المغربي، احسن من اداء المنتخب البرازيلي. منتخب بيلعب على ارضه وسط جمهوره، لعيبته تحس ان هم كمبيوتر بيلعبوا، لا مركزيه انا ما شفتهاش من زمان. ضغط بطول الملعب طوال ال 90 دقيقه، يمين وشمال، اوفرات، تسديد من خارج المنطقه، سيطره على المباراه. المنتخب الباراجواياني غير موجود تماما في المباراه. المنتخب الامريكي توقعات انه هيوصل لادوار متقدمه جدا في البطوله، والمنتخب المغربي برضه هيوصل لادوار متقدمه في البطوله. بطوله مش مش عايز اقول اسوأ بطولة في التاريخ، مواعيد في منتهى القسوة على الشرق الاوسط كله. انا لسه طالع دلوقتي من الشغل، ماتش الساعة واحدة بالليل، خلص الساعة 3 وربع. آه، مرهقين حتى واحنا بنتفرج، لو مش المنتخب المغربي ما كناش اتفرجنا. انا اتفرجت برضو على مباراة المنتخب الامريكي عشان اشوف امريكا هتعمل ايه على ارضها ووسط جمهورها. خبر سريع، المنتخب الانجليزي آه، اتسرق. اتسرق في امريكا، الكور اتسرقت كلها، ما بقاش غير كوره واحده. بيقدم شكوى. آه، مش عارف اقول ايه. المنتخب الانجليزي اتسرق في امريكا في كاس عالم. حاجات كتيره قوي في البطوله. صحفي ما كانش هيخش مباراه، صحفي ما كانش هيخش امريكا، ترحيل الحكم الصومالي. آه، السياسه طاغيه في كاس العالم المره دي. الفيفا رضخه للولايات المتحده الامريكيه. كندا اتعادلت 1-1، اداء متواضع، منتخب مش احسن حاجه. آه، ان شاء الله ماتش مصر يوم الاثنين الجاي. برضه هرجع اقول مش اعلان، انا في قهوتي قهوه ام كلثوم في المجاوره 30. ده مش اعلان، انا جايب شاشه 6 متر ليد سكرين، عده صوت جامده جدا لكل اخواتنا وحبايبنا. هنعمل مباراه جامده جدا ان شاء الله في قهوه ام كلثوم في ال 30. انا قلت انا راجل قهوجي، هصور ان شاء الله من قدام الشاشه. ان شاء الله اتمنى من اصحابي وحبايبي كلهم يشرفوني في الماتش دوت. كلنا نشجع بقلب. ان شاء الله المنتخب يقدر يعمل مباراه قويه. المباراه الوحيده اللي الساعه 10 بالليل، المباراه الوحيده اللي هنقدر نعمل فيها شو، المباراه الوحيده اللي هنقدر نتجمع فيها بكل قوتنا الساعه 10. بعد كده مواعيد قاسيه جدا علينا. نخش على النادي الاهلي، اخبار سريعه. رضا شحاته بعد تعيينه لقياده نادي مودرن 10 ايام تمت اقالته. آه، اظن ان رضا شحاته هيبقى في النادي الاهلي. اظن السيد معوض بعيد عن الموضوع. كان في كلام ان سيد معوض يخش في الجهاز الفني، سيد معوض بعيد. اظن ان بعد اقاله او استقاله رضا شحاته، لسه ما عرفناش بالظبط هي اقاله ولا استقاله، 10 ايام قياده فنيه، اقاله او استقاله ايا كان. اظن ان رضا شحاته هيكون في النادي الاهلي. نادي الزمالك بيحاول يسوي اموره
بيحاول يتواصل، بس في اخبار بتقول ان مثلا حد زي يانيك فيريرا حد تواصل معاه من رجال الاعمال او من محبين نادي الزمالك ان هو يرجع تاني للنادي. اظن ان هي دي حكايه تسويه مستحقات، فاخدك على حجري. ما حدش ما بقاش يمشي، ما القصه دي ما بقتش تمشي دلوقتي. تعالى في مستحقات، قال لهم اخد مستحقاتي دي، برضو مش معلومات متاكده، ده اللي واصلني. قال لهم اخد مستحقاتي القديمه بالكامل وهاخد قيمه عقدي كاملا الجاي. نادي الزمالك ما ينفعش، ما ينفعش مدير فني اجنبي في الوقت الراهن. حل مشاكلك، حل مشاكلك، مش عيب ولا حرام ان انا اقعد سنه او اتنين اقنن فيها اوضاعي. حل المشاكل، عندك ايقاف قيد، حتى لو حليت ايقاف القيد التاديبي عندك كوارث 17 ايقاف قيد. حاول تحل، مش لازم تعمل انتدابات دلوقتي، حاول تحل المشاكل. وائل جمعه احنا قلنا زي ما احنا قلنا استلم زمام الامور بالكامل. وائل جمعه مستني اللعيبه اللي في كاس العالم عشان ترجع، عشان هيكون في جلسه مع وائل جمعه قبل ما يقعدوا مع الحسين عموته. سفيان بن جديده مش عارف قريب ولا بعيد، في مهاجمين كتير قريبين من النادي الاهلي، بس 90% الاهلي عاوز يجيب مدافع اجنبي. ده طلبات الحسين عموته، عايز يجيب مدافع اجنبي، واظن ان هو هيبقى من الجزائر او من ناحيه شمال افريقيا. المهاجمين كتير، المرشحين كتير للنادي الاهلي، في ترشيحات كتير. وكلاء اللاعبين بيعرضوا لاعبين كتير. حسين عموته ادرى واحد بالقاره الافريقيه، ادرى واحد باللعيبه اللي تقدر تلعب داخل القاره الافريقيه باجواءها، بالدوري المصري هنلعب كونفدراليه. حسين عموته اظن ان هو هيتأنى قوي في حكايه المهاجم. انا احب المهاجم اللي من شمال افريقيا، فايتر، شرس. اتمنى ان احنا نجيب مهاجم من شمال افريقيا. سفيان بن جديده، قصه الشرط الجزائي هي المعضله في الموضوع، عايز يحط شرط جزائي، الاهلي رافض الموضوع ده نهائيا. ايا كان المبلغ اللي هو هنشتريه بيه او هياخده، ده بيصنف لاعب اجنبي بيقبض بالدولار، مش هيبقى ليه علاقه بقصه العقود وتقنين العقود وان احنا ننزل بالمرتبات والقصه دي. استعدادات مصر قويه جدا لكاس العالم. حسام حسن بي بيبث الحماس في اللعيبه قوي، بيحاول يخليهم يقدموا اقصى حاجه. انا بقول لمنتخب مصر العب للمتعه. احنا خرجنا من كاس العالم اللي فات من دور المجموعات، خسرنا من السعوديه، يعني مش فارقه، العب للمتعه. اهم حاجه في المباراه الانتشار في الملعب، الانتشار الجيد هو اللي هيخلي مظهرنا حلو. استمتع، استمتع بالمباراه. ان شاء الله هتصعد، استمتع. كاس العالم كل 4 سنين، بقت 10 فرق، هنصعد كاس العالم اللي جاي. العب للمتعه. حسيت انا مش فارق معايا على فكره لو انا خسرت ماتش بلجيكا، بس انا فارق معايا ان انا يبقى شكلي حلو في الملعب. الانتشار الجيد، الانتشار الجيد. الكره معاك، خلي الكره سريعه. الاطراف صلاح، عايزين نلعب سرعات، هم هيلعبوا علينا دفاع متقدم، اضرب الدفاع، العب على الهجمه المرتده. انتشار نص الملعب، في حاله الهجوم العب بخمسه في وسط الملعب. العب للمتعه، احنا مش خسرانين حاجه، مش هنخسر حاجه. كاس العالم انت ما بتخسرش حاجه. 90% من المنتخبات اللي بتلعب في كاس العالم دلوقتي بتلعب للمتعه، مش اكتر من كده. مش كل المنتخبات مرشحه. انا مش عايزك توصل لقبل النهائي، مش عايزك توصل لدور الثمانيه، مش فارق معايا كتير غير باقي، فارق معايا يكون مظهرك حلو. النادي الاسماعيلي بعد ما هبط في تبرعات كتيره قوي بتتقدم للنادي عشان يحاول يفك ايقافات القيد الكتيره اللي عنده والمشاكل. محبين النادي الاسماعيلي بيتبرعوا بمبالغ حتى لو كانت زهيده. احمد حجازي اتبرع ب 200,000 جنيه، ايمن الشريعي اتبرع تقريبا ب 10,000 جنيه، في لعيبه في لعيب اتبرع ب 5000 جنيه. كل الدنيا عايزه تقف. انا واحد من الناس متضايق بهبوط نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي نادي جماهيري، نادي كبير، نادي عريق. ان شاء الله يرجع بسرعه. نادي الاسماعيلي هيحاول ان هو يعتمد على الناشئين. فتح النهارده الاختبارات، عاوز يجيب لعيبه من اسماعيليه. فبتمنى رجال الاعمال والمحبين لنادي الاسماعيلي يقفوا جنب نادي الاسماعيلي. قصه حمزه عبد الكريم انتهت. حمزه عبد الكريم مهاجم منتخب مصر، ان شاء الله يكون يكون لاعب باستمراريه. انا يهمني استمراريه اللاعب، ان شاء الله يكون لاعب هيسيب بصمه. ان شاء الله حمزه عبد الكريم بيلعب في برشلونه،
احنا عندنا لاعب مصري بيلعب في برشلونه، ما قابلناش حاجه زي كده. لازم نقف جنب اللاعب، لازم نسانده ندعمه، ما نحبطوش. هيخش المعسكر مع هانز فليك، دي حاجه كبيره جدا. بتمنى له التوفيق ان شاء الله. آه، في اقاويل كتيره نادي الزمالك بيدور هنا على لاعب، مش بيدور هنا على لاعب. انا اظن ان دي كلها اشاعات. هم مش مجانين ان هم انت عندك ايقافات قيد، حل مشاكلك. كمل بمعتمد جمال، نهائي كونفدراليه، اخد الدوري، هيلعب كاس السوبر. بمناسبه كاس السوبر، احتماليات عدم مشاركه النادي الاهلي في كاس السوبر بتزيد. تركي آل الشيخ في اقاويل بتقول ان هو هيعمل في موسم الرياض، هيجيب النصر، هيجيب الاهلي، هيجيب انتر ميامي، عايز يجيب فرق من اوروبا. احتمال الاتحاد 7 مليون دولار للمركز الاول. فبطوله السوبر بالنسبه للاهلي شرفيه، والاهلي بسبب قصه محمود وفا وبسبب قصه اتحاد الكوره فبيضغط على اتحاد الكوره في قصه زي كده. عارفين عدم مشاركه الاهلي في بطوله رباعيه، المفروض هيكون بيراميدز، الزمالك، المصري، النادي الاهلي. النادي الاهلي هيخش بالكارت الذهبي. الكارت الذهبي هيلاعب بطل كاس مصر اللي هو بيراميدز. انا كاهلاوي عايز الاهلي يلعب واثبت ان انا الاهلي وادوس على وش بيراميدز. اظن انا كاهلاوي اتمنى كده. احنا خسرنا اخر مباراه بالثلاثه. اظن ان انا كاهلاوي عايز العب ماتش زي دوت واطيح ببيراميدز بالبطوله، والزمالك هيلعب المصري هيقابل اي حد منهم في النهائي. بس الاهلي بص لحكايه ان انا لو لعبت بطوله زي ديت فيها 7 مليون، لعب مباريات وديه، الاهلي لو لعب في الخليج هيلم ملايين الدولارات. فالاهلي برضو مش قصه ملايين وبتاع، الاهلي بيدوس على اتحاد الكوره، بيقول له انا النادي الاهلي اللي انت عملته معايا عدم استقبال وفد الاهلي في اتحاد الكوره. فالاهلي عايز يقول لهم ما تعملش كده تاني. اتمنى من اصحابي وحبايبي يدعموني بلايك واشتراك وشير. انا مكمل ان شاء الله، هصور ان شاء الله يوم ماتش مصر. ادعوا لمصر. بتمنى من كل اصحابي وحبايبي وكل اللي بيشوفني واهالي العاشر من رمضان يشرفوني في مباراه مصر قهوه ام كلثوم مجاوره 30 العاشر من رمضان. هنذيع على شاشه ليد سكرين 6 متر، عده صوت قويه جدا، جايبين كراسي، عاملين حفله جامده جدا. اتمنى ان منتخب مصر يمتعنا بالمباراه قبل النتيجه. انا عايز استمتع بالمباراه. اتمنى تاني ان كل اصحابي وحبايبي يشرفوني في الماتش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.